مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. التأمين الصحي الإجباري، ماذا ينتظر المؤمنين في التعديلات الجديدة؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بمجلس المستشارين أن حقوق المستخدمين والمؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي كنوبت ستظل محفوظة. وأشار السيد بيتاس في رد على طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى أن مشروع القانون رقم 54/23 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65 المتعلق بالتنظيم الإجباري الأساسي عن المرض وسن أحكام خاصة سيراعي القضايا المتعلقة بحقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي والذين سينتقلون بشكل قانون وتلقائي. كما أكد أن هذه المؤسسة التي أسست في منتصف القرن الماضي تقوم بأدوار كبيرة. وأضاف الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون كانت تفتقر لبعض الطموح وتم تعديلها وتوضيحها، مبرزا أن الحكومة تتبنى مقاربة تشاركية في معالجة هذا القانون الذي يخضع حاليا لإجراءات المصادقة. وأوضح أن النص القانوني سيعرض للنقاش في مجلس النواب والمستشارين، حيث ستسمع جميع الآراء. وبشأن المخاوف التي أبدتها النقابة التعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن جميع المخاوف التي أثارتها هذه الهيئات قد أخذت بعين الاعتبار وستحفظ تلك الحقوق في مشروع قانون 54/23. وستظل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات سارية. وفيما يتعلق بالنظام الثالث المؤدي للأجراء ومؤمني الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، أكد السيد بيتاس أن هذه الحقوق ستظل محفوظة.